مشهد يفوق الوصف ويجمد الدم في العروق، شهدت ولاية تكساس الأمريكية جريمة دموية مروعة تحول فيها خلاف تافه حول غسالة ملابس إلى مذبحة بشعة، بعدما أقدم موظف غاضب على ذبح مديره أمام زوجته وابنه المراهق، ثم قطع رأسه وركله حتى موقف السيارات قبل أن يلقي به في حاوية قمامة، في واقعة صادمة تجاوزت حدود الخيال وأثارت ذهول الشارع الأمريكي. وقعت الجريمة في مدينة دالاس، حيث راح ضحيتها مدير فندق من أصول هندية يدعى تشاندرا مولي بوب ناغامالاياه، 50 عاما. كان يعمل مديرا لفندق صغير يعرف باسم داون تاون سويتس. ووفق ما أعلنته شرطة دالاس، فقد بدأ الأمر بخلاف بين الضحية وأحد الموظفين، ويدعى يوردانيس كوبوس مارتينيز، 37 عاما، بسبب غسالة معطلة داخل الفندق. تشير التحقيقات إلى أن المدير طلب من المتهم عدم استخدام الغسالة، لكن الأخير شعر بالإهانة بعد أن تم نقل التعليمات إليه عبر زميلة أخرى لكونه لا يتحدث سوى الإسبانية، فاعتبر الأمر إساءة متعمدة وعدم احترام له، ليتحول الموقف سريعا إلى مشادة كلامية حادة. وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اندفاع المتهم نحو المطبخ والتقاطه ساطورا قبل أن يهاجم الضحية بعنف وحشي. حاول المدير الفرار باتجاه مكتب الفندق، حيث كانت زوجته وابنه البالغ 18 عاما متواجدين، إلا أن المعتدي لحق به وأجهز عليه بطريقة مروعة، إذ ذبحه وقطع رأسه أمام أعين أسرته المفزوعة. ولم يكتف المتهم بالجريمة البشعة، بل حمل الرأس المقطوع وركله بعنف حتى موقف السيارات، ثم نقله إلى حاوية قمامة، في مشهد أثار صرخات الزوجة وابنها ومحاولتهما اليائسة لإنقاذ الضحية. هذه الجريمة المروعة التي بدأت بخلاف تافه حول غسالة، انتهت بمشهد دموي أشبه بأفلام الرعب، لتسجل واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها تكساس في السنوات الأخيرة.